يا صباح الفل والبركة، صباح الخير من أحلى فقرة في يومي كله. هي فقرة الشاي بلبن بعد الفطار على طول. أهم حاجة في يومي وأكتر حاجة بتظبط لي اليوم. صحيت بقى النهاردة، اليوم الحمد لله ماشي كويس ونشاط كده وكله توكل على ربنا إن شاء الله. وديت توتية الحضانة وجيت شغلت الغسالة، وعلى ما تخلص عندي شوية حاجات كده نعملها سوا. علشان النهاردة محتاجة انظم الدولاب بتاع الهدوم بتاعي كله، اغير كل المفارش اللي انا فرشاها في الدولاب. وهوريكم ليه بقى، وهوريكم عملت ايه وكده، وهنخش مع بعض على طول في الموضوع. بس ايه، اخلص كام حاجه كده عشان ابقى فاضيه واعمل براحتي الدولاب، ما بقاش مستعجله، عشان عايزه انظمه وارتبه واشوف كل قطعه لو في حاجه مش بنلبسها هتطلع وكده يعني. فيلا بينا بقى نخلص الشاي ونخش نخلص كل الحاجات اللي ورانا على ما الغسالة تخلص وننشر، وادخل بقى على الدولاب على طول. لازم قبل ما انشر الغسيل لازم اعمل البلكونة يعني. ده لو هنشر يوميا كده لازم كل يوم برضو امسحها واغسلها اسيقها قبل ما هنشر، لان بتبقى مردومة تراب. وبعد يعني انا خلاص نشرت دخلت ادخل بقى اخر اليوم الم الغسيل، بتبقى مليانة تراب برضو. فحاجة صعبة خالص الصراحة، مهمة كل يوم. الفكرة ان انا لو طنشت وكسلت وقفت نشرت، فانا مثلا لو في حاجة وقعت مني في الارض هتتملى تراب، والتراب هيكتر يوم عن يوم وهيدخل لي جوه بقى البيت، فالموضوع بيبقى صعب. المهم خلصت كده، قلت ابدا بالبلكونه تنشف شويه لحد ما الغساله تخلص. وبعدين كان عندي مواعين بايته من بالليل، غسلتها وروقت المطبخ كده سريعا. وكان عندي شويه تنظيمات كده في التويلت عايزه اعملها، فهعملها برضو بسرعه قبل ما انشر. دلوقتي المفروض كل الحاجات دي احطها هنا، اللي هو هنا. واصلا حاسه ان مفيش مكان، بس هنظم كده ونشوف ممكن نتخلى عن ايه ونسيب ايه، واللي مش في مكانه، علشان محتاجه احط بقى كل الحاجات الجديده دي هنا. فهنعملها مع بعض بسرعه. قلت ليه ما افرش هنا عشان دي ما تبصش من الميه مفارش، فمش عارفه الفكره هتنفع ولا ايه، ومحتاجه اقص اصلا، محتاجه اقص مقاسات جديده لان دي هتبقى صغيره قوي. فممكن اعملها وبعدين ايه، هعملها علشان دي ما تبصش من الميه.
اهم حاجة متنسوش مهما كان نوع غسالتك ايه لازم تسيبي الباب مفتوح بعد كل دورة غسيل فترة كويسة لحد ما تنشف عشان ما تعملش ريحة عفونة. انا قررت المفارش دي كنت جايباها، جبت رول قبل ده في المطبخ عملت بيه المطبخ، وبصراحة عجبتني جدا. اولا لان هي شفافة وتقيلة ومش بتتقطع بسهولة وشكلها اصلا تحفة لوحده. دي المفارش بقى اللي انا حطاها، كنت جايبة رول كده ايام في بداية جوازي يعني وانا بفرش. شكله حلو ودانتيل كده وبتاع، بس الفراغات دي بتدخل تراب تحت وبيتقطع مع الوقت، ومش عارفة ليه بيمتص الوان. يعني انا كنت حاطة ملاية غامقة عليه فشرب اللون، فقلت بقى هغير كل ده. شغلت جنبي كده حاجة اسمعها عشان تسليني وانا بشتغل، وهبتدي بقى اعمل رف رف، مش ههد الدولاب كله مرة واحدة علشان لو تعبت اوقف واكمل يوم تاني او لو حصل اي حاجة. فهنزل رف رف كده امسح واشيل التراب، وبعدين قصيت بقى الرول كله على مقاس الارفف عندي. خدت كده المقاس بالمتر وقصيت عشان يبقى كله جاهز جنبي. بصوا شكله تحفة، مفيش زحمة في المكان كده، مش مشجر او في رسم او كده، لا خطير. وكمان اي وقت ممكن اشيله واغسله وارجعه تاني. ده بقى بيمسك فيه التراب كمان علشان الشباك عندي على الشارع مليان تراب وكل حاجة، وانا ما بعرفش اسيب الشباك مقفول، لازم افتحه يتهوى. فده بتكون النتيجة، مع اني كل فترة باخد بالي وبمسحها، بس يعني المفرش اصلا مع الوقت بقى بيمتص التراب كده ولونه اصفر، مش زي لونه ما كانش كده. فقلت يلا بقى ايه، عشان كده جالي الشغف ان انا اغير يعني دلوقتي. بُص بقى، أنا مبسوطة جدًا من النتيجة الحمد لله، يعني راضية خالص، عاجبني جدًا، جدًا. خلّصت الأرفف دخلت على الدولاب بتاع جوزي اللي هو بيبقى فيه الشماعات كده، برضه شِلت كل حاجة. بُصّوا والله يا جماعة بانضّف أقسم بالله، أنا مش عارفة الحاجات دي بتيجي منين. يعني انتوا لو بتشوفوا فيديوهاتي كلها على طول بانضّف وعلى طول إيدي في الحاجة، بس بجد بيبقى في حاجات كده يعني غريبة. باحس إن في حد بييجي وأنا نايمة يحط تراب في البيت ويمشي، مش عارفة. المهم نزلت كل الحاجة اللي في الرف ده وظبطت كده الدنيا ورجعت الشماعات تاني، وطلعت كل الهدوم اللي احنا مش خلاص مش هنلبسها تاني، والحاجات يعني اي حاجة فيها قطع وكده، وكل الحاجات دي احنا مش عايزينها. كنت بوريكوا الشماعات الزيادة دي بشيلها بحطها تحت عشان لو احتاجتها احطها تاني. يعني مش بفضل معلقاها علشان بس ما تاخدش مساحة. قلت اكيد وانا بمسح اكيد نزل شوية تراب هنا او اي حاجة، فقلت بقى اشغل المكنسة كده. خدت الأوضة وخدت بقية الشقة بالمرة علشان ايه، بما اني كده طلعت المكنسة فبالمرة. إحساس النضافة وإنجاز التنظيم بجد مختلف جدًا. ونختم بقى النضافة والترتيب والتنظيم ده بشوية بخور كده من القلب. البخور ده أنا جبته صدفة من المنشية، أول مرة أصلًا أجربه، بس بجد طلع تحفة. لو لقيتوه عند أي حد هاتوه، ريحته خطيرة وبتقعد. يعني أنا سِبت البخور في البيت ورجعت آخر اليوم، بجد كانت ريحته في البيت و بيطلّع دخان كتير كده، اللي هو ريحته بتقعد كتير. والباكيت أصلًا ما شاء الله مليان، يعني في حبة كتير أوي جوّه، وكان ب20 جنيه بس. ريحة العود دي أول ريحة جربتها، الاتنين التانيين لسه ما فتحتهمش، بس بجد تحفة خطيرة. أنا بقى بعد ما خلصت الدولاب، يعني ده تاني رول أجيبه، حاسة إن أنا محتاجة رول كمان علشان بقى المكتبة بتاعة التلفزيون، وكمان عايزة البوفيه أغير المفارش بتاعته هو كمان. فهعمل كده، بس غالبا بقى مش في رمضان، يعني ممكن بعد العيد ابقى اعمل الخطوة دي. يعني انا حاسه ان الرول كمان هيبقى كفايه، خلاص مش هحتاج تاني ان شاء الله، لان انا معظم الحاجات الكبيره خلصتها. المطبخ كبير واخد مساحه كبيره قوي، والدولاب دول اكتر حاجتين. الحاجات التانية بقى كلها صغيره، فرول كمان هيكفي معايا. انا اصلا بجيب الرول الكبير اللي هو 10 متر ده، يعني هجيب 10 متر كمان هيبقوا كفايه قوي. عايزه اقول لكم بقى يعني الدولاب كل ما اجي افتحه طول اليوم بفتح واقفل في الدولاب كده، شم ريحه البخور ماسكه في الحاجه. خطير خطير خطير. الحمد لله على نعمة الإنجاز. الواحد لما بينجز حاجة مهمة في يومه بجد بيبقى باقي اليوم بالنسبالي مريح كده للأعصاب وهدوء، بقى مش عايزة حاجة تاني. هقعد أشرب القهوة بتاعتي في سلام وشكرا على كده.
واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، وما تستنوش تقولولي رأيكم في الكومنتات.